المغرب غادي كي يبني، والجزائر غادي تتفرج. المغرب غادي للتنمية، للاستثمار، للبنية التحتية، وللسلام. فالوقت اللي كي يبني فيه الطرق في الداخل والعيون. الجزائر كتموى الخيام العار في تندوف. فالوقت اللي كي يربط الصحراء بالمواني العالمية. الجزائر كتحاول تقطع عليه الطريق بالدبلوماسية الفارغة. المغرب ربح الميدان، سيطرة ميدانية، دعم دولي للحكم الذاتي، استثمارات في الجنوب، قنصليات دولية في العيون والداخلة. والجزائر خسرات فلوس الغاز، خسرات سمعتها، خسرات حتى العلاقة مع الشعب المغربي. والأخطر، خسرات الوقت والمكانة، فالزمن كي يجري وكي يطلب تكامل. ما بقاتش القضية قضية صحراء، ولات قضية غباء استراتيجي كي يخلي الجزائر تجري وراء وهم سميتو دولة صحراوية ما عمرها غاتزاد. راه التاريخ كي يكتب دابا. المغرب غادي كي يبني، والجزائر غادي تبكي على اللبن المسكوب.